ازيكم يا حبايب قلب ام لولي، عاملين ايه؟ طبعا هنا بقى بعمل لكم باي باي. جايه لكم كده. كنت بعمل بقى امبارح، كنت عامله عزومه لام يوسف والاهل كلهم كانوا عندي، عشان انتوا طبعا عارفين ان الحاجه كانت تعبانه شويه. فكنا بقى عاملين عزومه كده على الضيق يعني. فكنت بقى ايه، هنا الحاجه كانت قاعده جنبي. المهم يعني يا حبايب قلبي، كنت بقى قلت اعمل لهم لحمه ني في ني، يعني حاجة كده تتاكل بالعيش. وكنا طبعا عاملين اكل تاني جنب اللحمة الني في ني، بس انا قلت اوريكم يعني طريقة اللحمة ايه. الني في ني طبعا ام يوسف نزلت لكم فيديو امبارح زي ما شفتوا، وكانت اول مرة تتكلم معانا في القناة، لان طبعا انتوا عارفين ان هي بتتكسف. وقلت لكم ان انا كنت عامله لهم غدا وكده، بس انا بقى قلت انزل لكم الفيديو بتاع الغدا النهارده يعني. طبعا عملنا ايه بقى، انا مقطعه طماطم، مقطعه بصل، ومقطعه فلفل، ومقطعه اللحمه قطع صغيره. هنا لولي كالعاده قاعده بتشرح لكم، مفكره يعني ان صوتها هيطلع، فقاعده بتشرح معايا، فاهميني؟ طبعا عايزين ننزل نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات يا حبايب قلبي. طبعا ايه، انا حطيت البصل والفلفل واللحمه، وسبت الطماطم طبعا مش هتتحط دلوقتي، لان كلنا عارفين ان الطماطم بتستوي بسرعه. تمام. وجبت بقى ايه التوم من الفريزر، وقلت احط توم. التوم برضو بيدي طعم حلو قوي قوي للحمه الني في ني. بجد كان طعمها يا حبايب قلبي تحفه، يستاهل بقكم والله. اتفضلوا معانا يا حبايب قلبي. طبعا لو انت جديدة معي في القناة بقى، ما تبخليش على اختك ام لولي واختك ام يوسف باللايك الجميل والشير، وتدوسي على كلمة الكل، وتدوسي على كلمة الاشتراك، وتفعلي الجرس عشان يوصلك مننا كل جديد. تشرفينا في القناة بتاعتنا. طبعا حطيت هنا شوية توم المفرومين اللي كانوا عندي في الفريزر. وهنروح بقى مع بعض المطبخ عشان ايه نحطها على النار. طبعا انا في البداية يعني كل اللي بحطه بس في البداية مع البصل والثوم والفلفل. طبعا الفلفل ده كان فلفل رومي على فلفل حراق حسب الرغبة، شوفي انت حابة ايه. والبصل كانوا بصلتين كبار، لا متقطعين ناعم قوي ولا متقطعين كبار قوي، وسط، يعني التقطيع بتاعها وسط. الطماطم انا هنا بقول لكم لا، مش هنحطها دلوقتي، هنحطها بعدين لما اللحمه تبقى ايه خلاص استوت، ولسه يعني ايه مش استوت قوي ولا نيه قوي، فاهميني؟ هنا رحنا بقى مع بعض المطبخ يا حبايب قلبي. طبعا هنا ايه قلت اشغل النار، وكل اللي هنحطه بس في البداية، مش هنحط طبعا توابل ولا اي حاجة، لان هي بتبقى مراحل، فاهميني؟ هنحط بس زبدة وزيت و اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا رب. وهنحط مية طبعا عشان اللحمة لسه ساقعة، ويعني لسه مش يعني فاهميني، لسه ساقعة، فهنحط مية عادي من الحنفية. لكن لو مثلا اللحمة على النار وابتدت تغلي وحاسين ان هي عايزة تتزود مية، ما ينفعش ان احنا نزود للحمة مية باردة، يعني مثلا مية من الحنفية او كده ما تنفعش. لازم لو عندنا شوربة سخنة ممكن نزود منها، ولو مش متاح الشوربة السخنة ممكن نحط ايه، نغلي ميه في الكاتل او كده، ونحط ايه ميه تبقى سخنه، فاهميني؟ هنا حطيت يعني حطيت الازازه دي كلها، لان طبعا لسه البصل هينزل ميته ولسه اللحمه هتنزل ميتها. فطبعا احنا ما حطيناش توابل خالص دلوقتي ولا اي حاجه، لسه التوابل المرحله الجايه. قرب برضو من اللحمة ما تستوي هنحط التوابل مع بعض، بس الطماطم هتبقى في المرحلة الأخيرة. وصدقوني يا حبايب قلبي، الطريقة دي للحمة تحفة تحفة تحفة. عايزين تاكلوها مع رز، عايزين ايه، انا بفضلها بصراحة مع العيش، مع العيش بتبقى تحفة. انا كان عندي شوية مواعين كده، قلت ايه اقف اغسلهم وانا ايه بجهز الغدا يعني. كده يعني حلاوتها ان انت لما تبقي واقفه بتجهزي الغدا بتاعك، ما تكوميش مواعين حواليك، ان انت مثلا تحطي حاجه على النار وتقفي تغسلي مثلا مواعين. كده فاهميني؟ المهم يا حبايب قلبي، يعني قلت اغسل المواعين عشان بعديها بقى نتابع اللحمه. طبعا اللحمه اول ما تاخد اول غلوه، يعني تبتدي تغلي معانا كده كويس، بنهدي النار عليها عشان تستوي براحتها، المية ما تنشفش على الفاضي، لا عشان اللحمة تستوي. طبعا احنا اللحمة بتاعتنا مقطعينها مكعبات صغيرة عشان تستوي معانا بسرعة، فاهميني؟ طبعا استنوا مني فيديو هطلع اتكلم فيه عن حاجة معينة كده حصلت في الفيديو بتاع ام يوسف اللي نزل امبارح. حاجة في منتهى قلة الادب،
انا طبعا الحاجة دي خدتها سكرين وهطلع اتكلم عنها، لان احنا اتكلمنا كذا مرة ان احنا ولاد ناس يا جماعة، والله العظيم احنا ولاد ناس. عيب، عيب في حاجات كتيرة قوي بتحصل، عيب تحصل، فاهميني؟ اه. يعني ايه، احنا اللي يخش القناة عندنا يخش باحترام. فطبعا انا هعمل لكم الفيديو ده ان شاء الله، استنوا مني في اي وقت هتلاقوا الفيديو ده نازل، عشان عايزة اتكلم في موضوع مهم جدا جدا جدا. فاستنوا ان شاء الله مني فيديو هتكلم فيه عن الحاجة اللي حصلت في الفيديو بتاع امبارح. يعني خلوها على الله، خلوها على الله، واللي عند الله ما بيروحش، وربنا عمره ما بينسى حد، وربنا عمره ما بيشوف الظلم ويشوف ان مثلا حد ظالم حد ويسيبه ابدا. ويا بخت من بات مظلوم ولا باتش ظالم ابدا ابدا. والله العظيم يا حبايب قلبي انا ما بقولش حكم، ولا بقول مواعظ، ولا بقول اي كلام وخلاص. صدقوني ده يعني كلام، يعني فعلا الواحد مجربه، وكلام ربنا قبل كل شيء. هتطلعوا بقى تقولوا عليا شيخة، هتطلعوا تقولوا عليا بتفتي، هتطلعوا تقولوا عليا بتلعبي بكلام ربنا، هتطلعوا تقولوا عليا اللي تقولوه. انا المهم عندي كلمتين هطلع اقولهم في فيديو، ما اعرفش بقى هينزل لكم النهارده، ينزل لكم بكره، ايا كان هينزل امتى. طبعا هنا لو انتوا واخدين بالكم اللحمه ابتدت ان هي تاخد غلوه جامده، وطينا عليها. هنا طبعا رجعنا عشان نشوفها، هنا كانت خلاص داخله على سوا، لان انا طبعا يعني مش الفتره دي كلها مشغله الفيديو، انا بشغل لكم بس وقت ما باجي اقلبها، وقت ما بتغلي. فاهمين؟ انا عارفه ان الحله اللي قدامي دي ملغوشه على الصينيه وانتم مش شايفين كويس، بس زي ما انتم عارفين احنا بنجهز غدا تاني عشان كان عندنا العزومه وكده. هنا طبعا حطينا مكعبين ماجي، خلاص جه وقت بقى التوابل. هنحط مكعبين ماجي، وطبعا بقى هنحط فلفل اسود، هنحط بهارات، هنحط بابريكا، هنحط بصل بودر، توم بودر كده يعني. اي توابل عندك انت حابه تحطيها للحمه الني في ني عادي حطيها، مش هتقول لا. فاهماني؟ كل ما تحطي توابل بس مش يعني ايه، مثلا من كل حاجه معلقه صغيره، معلقه ونص. فاهمني؟ عشان ايه يعني انت هتحطي كذا نوع من البهارات، فعشان ما تبقاش كتيره. بس تصدقوني التوابل بتدي طعم للاكل حلو قوي يا جماعه. ده رز بسمتي، كنا عاملين شويه رز بسمتي جنبيها وكده يعني. انتوا فاهمين بقى، عشان اللي حابب ياكل برز ياكل، اللي حابب ياكلها بعيش ياكل. انا بصراحه بتجنن عليها بعيش وشويه مخلل يا حبايب قلبي، اقسم بالله بتروح في حته تانية، بتنسي نفسك في العيش. يعني لو عامله رجيم ما نصحكيش تقعدي قدام الصينيه دي. المهم بقى هنا احنا حطينا التوابل بتاعتنا كلها، بس بقلبها بس كويس عشان الماجي تدوب. وطبعا الملح اخر خطوة، يعني الملح ما بنحطوش خالص الا لما نتأكد ان اللحمة معانا استوت. اتأكدنا ان اللحمة استوت والدنيا تمام معانا، هنا طبعا بقول لكم هنسيبها على النار لغاية لما ايه الدنيا تستوي وكده يعني. المهم يا حبايب قلبي الملح ده اخر خطوة خالص. بصوا منظر اللحمة، معرفش انتوا شايفينها ولا لا، هنقرب الكاميرا ونوريكم دلوقتي. هنا طبعا بقى جه مرحلة الطماطم، لان الطماطم ما بتاخدش معانا سوا، فلو كنا حطيناها من البداية كانت اتهرت بطريقة ما كانتش هتبان اصلا، فحرام يعني، ما كانتش اصلا، ما كانتش هتبقى طعمها حلو. لكن لما تحطيها في المرحلة دي اللي هي خلاص اللحمة بتاعتك استوت، وتحطيها وتسيبيها بقى مع نفسها على نار هادية تكمل سواها. بصوا في الاخر يا حبايب قلبي منظر اللحمة عاملة ازاي، والله تستاهل بقكم يا حبايب قلبي. ما تنسوناش بقى في اللايك الجميل، واستنونا في فيديوهات جديدة، وان شاء الله فيديوهاتنا تكون بتعجبكم. والف هنا والشفا على كل اللي شاف الفيديو، واشكر كل متابعينا الكويسين. وباي باي يا حبايب قلب ام لولي.